تويوتا مصر هتبيع عربياتها بالدولار الامريكي بدل الجنيه، ده خبر مضروب. منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية نفاه تماما، واكد ان القانون بيمنع بيع السلع داخل مصر بالعملات الاجنبية. عداد الكهرباء مسبق الدفع بيفصل التيار فجأة بدون انذار لما الرصيد يخلص، ده خبر مضروب. وجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نفى الموضوع، والجهاز أكد إن العداد مسبق الدفع فيه لمبة إنذار بتنور أحمر لما الرصيد يقرب يخلص، وهو كمان مبرمج على عدم فصل الكهرباء في الأجازات والعطلات الرسمية علشان المشترك يقدر يشحن الرصيد في أول يوم شغل. تبكير صرف مرتبات شهر يوليو، ده خبر ما حصلش. ووزارة المالية أعلنت بدء صرف مرتبات يوليو في ميعادها الطبيعي، يعني هتبدأ يوم الأحد 23 يوليو وهتستمر للخميس 27 يوليو. شركة إعمار مصر هتطرح مرحلة جديدة من مشروع سول في الساحل الشمالي للبيع بالدولار، ده خبر ما حصلش. والشركة نفته تماما، وأكدت إن كل الوحدات المدرجة بالطرح الجديد للمشروع مقيمة بالكامل بالعملة المحلية، وإن جميع أنظمة السداد هيتم إتاحتها بالجنيه. تخطيط لتجريف وإزالة الأشجار النادرة في حديقة الحيوان بالجيزة بالتزامن مع بداية تطويرها، ده خبر مضروب. ووزارة الزراعة نفت الموضوع وشددت على انه بيتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها والحفاظ على الاشجار والنباتات النادرة فيها.